المعصية ما بتبدأش بالايه مباشرة، دايما في بروسيسور بيشتغل هنا، وبعدين واحد يفكر، وبعدين يشتهي المعصية، وبعدين يعمل المعصية. ما بيجيش مرة واحدة، بتبدأ في الأول بخاطر أو فكرة، على حسب بقى الخاطر ده الواحد بيفكر في ايه في الأول هيوصل لإيه. واحد كل تفكيره مثلا في الشهوة وإشباع الشهوة لازم هيقع في المعصية، لازم طال الأمر أم قصر سيقع في الفاحشة. ما هو قاعد يفكر في الموضوع دوت. طيب واحد تاني فكر في شغله ليل ونهار، مش هتلاقي عنده وقت يعمل معصية. كويس، يعني مش هنشرب حاجة فيها خير، ولو نية صالحة فيها ان شاء الله يؤجر عليها. ابن القيم شبه الموضوع بايه؟ زي الرحى او الطحونة، حط فيها القمح طلع دقيق، حط فيها الزلط او الرمل الحصى يطلع رمل. فقال هذه الرحى انظر ماذا تضع في هذه الرحى، انت الافكار بتاعتك بتفكر فيها ايه. فلابد ان تراعي هذه الخواطر، تشوف الخواطر ديت وتوظفها صح، لان اذا انت لم تضع في تشغل نفسك بالهم الجليل العظيم، الشيطان سيشغلك بالهم السفيه الحقير. فالانسان عليه انه يفكر انا بماذا سيمتلئ ذهني، بماذا ستمتلئ امنيتي. حتى ما بيقولوا كده في ابن القيم، بيقول الواحد ايه يقيم حب ربنا سبحانه وتعالى. تعرفين كلمة الحب دي كلمة لذيذة، تتكون من حرفين، الحاء والباء. الحاء تطلع منين؟ من الحلق جوه خالص، والباء شفايفك. فقالوا الحب يشغل كل البني آدم من جوه خالص، من أقصى جوفه إلى، يعني عايز يقول لك إن الحب ده الحقيقي هو الذي يملأ كيان الإنسان كله. ابن القيم بيقول لك أنت عايز تقيم حبك لله سبحانه وتعالى، تقيم نفسك في 4 مواضع. قيس نفسك في 4 مواضع. الموضع الأول في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. كيف صلاتك وكيف تلذذك بهذه الصلاة. الموضوع الثاني عند النوم، فكر في ايه؟ فكر في مين؟ شايل هم ايه؟ شايل هم ايه؟ واول ما تصحى اول حاجة تفتكرها ايه؟ الحمد لله الذي احيانا بعدما امتنا واليه النشور. النبي صلى الله عليه وسلم كان عند النوم يقرأ بالمسبحات، يقرأ المعوذات، يقرأ آية الكرسي. آخر حاجة في يومه قبل ما يموت، قصدي قبل ما ينام، الذكر. وأول حاجة أول ما يصحى ذكر ربنا سبحانه وتعالى. وفي الصلاة، ورابع موضع يختبر فيه الإنسان حبه لربه عند البلاء، عند نزول الشدة. افتكر مين؟ فالخواطر دي، أنا قلت ليه موضوع الخواطر؟ لأن الواحد بيجي ينام بيفكر خواطر، تفكر في إيه قبل أن تنام. يبقى إذا رعيت الخواطر يبقى أنت الانبوتس اللي داخله أو الأفكار اللي داخله اللي هتطلع الأفعال، إذا كانت طاهرة ستكون أفعالك طاهرة. إذا كانت الأفكار نفسها من الأول خواطر في الشهوة وفي المعصية يبقى لابد أن تقع في